ناس كتير بعتالي يا أمير إيه المعدات اللي أنت بتستخدمها للتصوير فيديوهاتك. في الفيديو ده هجاوبكم على كل حاجة وهوريكم إيه المعدات اللي بستعملها وإيه الحاجات اللي بستعملها للفيديوهات بتاعتي. بإذن الله الفيديو يعجبكم ويلا بينا نشوف إيه الحاجات اللي بنستعملها في الفيديوهات بتاعتنا. أول حاجة يا جماعة هكلمكم عن الخلفية اللي ورايا، تمام؟ زي ما انتم شايفين الخلفية دي يا جماعة يعتبر مش مشتريها ولا عامل فيها أي حاجة. الخلفية دي يا جماعة كانت عندنا في البيت، تمام؟ فمش بستعملها فرحت عملتها علقتها ورايا فبتظهر قدامكم كده على الشاشة. تمام. برضو في حاجات مثلا زي الكرومة خضراء، زي مثلا حاجة سودا، حاجات زي كده لو حابب انت تشتريها. تمام. فانا دي من غير فلوس جبتها وعملتها بدل ما اكلف نفسي مثلا 200 جنيه ولا 300 جنيه، فانا اولى بيهم. وعملت خلفيه وكده كده الناس مش بتشوف الخلفيه بتاعتك، كل الناس بتشوف مثلا ايه؟ شرحك، بتشوف فيديوهاتك، بتشوف مثلا التحديات بتاعتك، بتشوف اللعب بتاعك، فالكلام ده كله تمام. انا دلوقتي هوريكم حاجه حاجه وهوريكم كل حاجه. وطبعا انا دلوقتي قاعد على كرسي، تمام؟ كرسي طبعا في كل البيوت، كرسي مثلا بتاع سفرة، كرسي بتاع ضيوف، ما اعرفش كرسي ايه. جيبه وحطه ورا الخلفيه بتاعتك، تمام؟ مش هياخد مساحه ولا اي حاجه. والمساحه برضو يعتبر صغيره يا جماعه، قد كده مثلا بالظبط المساحه. تمام. يعني حركه 100 اسمه إيه ده، والله ما عارف احسبها، بس هي يعني صغيره، يعني مش واخده مكان اصلا. وهوريكم كل حاجه دلوقتي. اول حاجه يا جماعه اللي هو ده الدبل فيس. الدبل فيس ده يا جماعه لزقت بيه الخلفيه دي عشان ما يبينش مثلا اي لزق فوق او تحت او في اي جناب. تمام. الدبل فيس برضو جامد، ب 35 جنيه، يعني مش تكلفه. تمام. برضو بيعلق لك كل حاجه زي ما انتم شايفين فوق وتحت هنا. تمام. بيظبط لي الدنيا يعني، بص كده. تمام. يعني انا لو ما كانش معايا دبل فيس زمانه الخلفيه دي ما قعداش. تمام. وبرضو انت لو معكش مثلا خلفيه ومعكش دبل فيس، عادي صور من اسمه ده، صور من الحيطه بتاعتك وباذن الله مش هيكلفك اي حاجه. وزي ما قلت لك الناس مش بتتفرج على حاجه معينه، الناس بتشوف ايه اللي انت بتعمله وبتعمل ايه، مش بتبص على خلفيه بتاعتك ولا بتبص على اي حاجه وراك. تمام. وزي ما قلنا الكرسي، خلفيه وكرسي، ادي كده حاجتين. تاني حاجه معانا يا جماعه اللي هي المذكره دي. تمام. المذكرة دي معرفش شايفينها ولا كده شايفينها. المذكرة دي يا جماعة أنا بستعملها لكل فيديو. تمام. بكتب فيها الأفكار بتاعتي، بكتب فيها النقط المهمة اللي هتكلمها في الفيديو، بكتب فيها التحديات، بكتب فيها حاجات كتير. تمام. زي ما انتم شايفين كده، مثلا بكتب في الفيديو اللي نزل اليوم ايه، وبشوف الفيديو ايه اللي جاب مشاهدات، والاسبوع الكامل اللي انا شغال فيه. يعني دفتر بسيط وصغير، تمام؟ هينفعكم، لازم تعملوه وتظبطوه. باذن الله هعمل لكم فيديو مخصوص ليه بيعرفكم ازاي تكتبوا حاجات وازاي تفرقوا بين التصوير وازاي تجيبوا افكار وكل حاجه باذن الله. تمام. زي ما قلنا كده. وزي ما هوريكم دلوقتي جبت سماعه جديده. تمام. مش هتكلفك 20 جنيه ولا 40 جنيه. تمام. هي ب 50 على ما اعتقد. بتنفعني في المونتاج لما بمنتج، مثلا بيبقى في دوشه جنبي ما اعرفش ايه، بحطها بمنتج الفيديو على روقان من غير اي كلام ولا بيظهر دوشه ولا اي حاجه. تمام. فهي دي السماعه. تمام. لو عايزين تشتروها، تمام، زي ما انتم شايفين اهو اسم، هسيب لكم برضو اسمها على الشاشه. تمام. بعد كده يا جماعه معايا التليفون، اللي هو التليفون بتاعي ده، اللي هو مثلا انا لو بصور شاشه وبشرح فبعملها. انا مثلا بصور في قناه التحديات بتاعتي او ما اعرفش ايه، بسيب التليفون مثلا لوحده زي كده. تمام. زي ما انتم شايفين برضو ساعات بقرا منه وما اعرفش ايه. وبرضه هعمل لكم فيديو ازاي تكتبوا سكريبت وازاي تجيبوا هوك قوي وما اعرفش ايه، وكل ده باذن الله هعمله لكم الفتره القادمه باذن الله. تمام. زي ما انتم شايفين ده تليفون ريلمي سي 53، وبصور بتليفون تاني اللي هو برضو بتاعي بس معرفش نوع ايه، هو ريلمي معرفش سي 50 بقى او سي حاجه زي كده يعني، قريبه من دي. تمام. بعد كده معايا لينج لايت، هوريها لكم دلوقتي باذن الله. لايت، تمام. زي ما انتم شايفين كده اللينج لايت دي يعتبر هي مصدر كل حاجة للفيديوهات بتاعتك أو أي حاجة. اللينج لايت دي يا جماعة دي جايبها أنا، اللي من فوق ب450، واللي من تحت اللي هي الستاند عاملة 150 جنيه. طبعا فيها حاجات بتتغير زي ما انتوا شايفين كده. بص، بص زي ما انتوا شايفين كده بتغير كل حاجة. تقدر مثلا توطي الصوت، تعليه مثلا. بص تغير اللون الأصفر تخليه أبيض خالص، بص أصفر. وتقدر توطيه وتعليه، بص كده تعليه، بص كده، كده توطيه،
تمام زي ما انتوا شايفين كده بعلي واوطي فيها. تمام. وجايب برضو معايا تليفون، يعني انا معايا تليفونين، تليفون بصور منه وتليفون برضو ساعات باخد منه كلام او بعمل منه حاجات. تمام. دي الحاجات دي. طبعا اللينج لايت ممكن واحد يقول لي غالية عليها 600 جنيه مش هقدر اجيبها. سهلة، ممكن تجيب لك اي حاجة. تمام. من على النت او من اسمه ده. الاحسن تجيبها من على الشارع عندكم او من عند اي محل جنبكم بتاع كهرباء. تجيب لينج لايت صغيرة هتلاقيها عاملة 100 جنيه ولا 200 جنيه، أحسن من الكبيرة. بس أنا من رأيي إنك الكبيرة تجيبها عشان كده هتعيش معاك أصلا لفترة طويلة زي ما انتوا شايفين كده. برضه هي حلوة يعني مش محتاجة أي حاجة. كده يا جماعة كده وريناكم اللينج لايت. تمام. زي ما قلت لكم الراس ب 450 جنيه. تمام. واللي هي الرجل اللي هي الستاند عاملة 150 جنيه، يعني ب 700 جنيه. يعني لو مش مقدرتك مثلا ب 700 جنيه، تقدر في حاجة عاملة 200 جنيه. تمام. بس أنا أنصحك لازم تجيب إضاءة عشان الناس بتعمل بالإضاءة. ونسيت ما أوريكم المايك اللي بستعمله. طبعا مايك على كده يا جماعة ب 100 جنيه، ما انصحش أي حد يجيبه، وهقول لكم ليه. وبرضه هسيب لكم صورته عشان محدش يقع في الفخ ويجيبه. تمام. زي ما قلت لكم محدش يجيبه، هقول لكم ليه. اول حاجه، زي اكنه آه انا بحط منظر على اليوتيوب. تمام. زي اكني مثلا معايا مايك وما عارفش ايه وانتوا عارفين. تمام. بحط منظر لانه اصلا مش بيطلع لي صوت ولا جوده ولا اي حاجه. فانصحك مثلا ده عامل 100 جنيه. انا انصحك لو زودت 100 جنيه مثلا تاني او 200 جنيه، هتجيب لك مايك بويا معرفش ام ايه، هسيبه لك المهم في الشاشه. ده المايك بيقولوا عليه تبارك الله عليه. باذن الله لو جبته هعمل لكم فيديو مخصوص ليه باذن الله قريبا جدا باذن الله. وكده باذن الله نكون وريناكم كل حاجه، وايه المعدات اللي بستخدمها وايه المعدات مش بستخدمها. وباذن الله الفيديو يعجبكم. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا مع السلامه حبايب قلبي، سلام.